بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أهلا بيكم في بلاي ليست جديدة إن شاء الله. في البلاي ليست دي هنبدأ نمشي فيديوهات كده واحدة واحدة، إن إحنا هنلخص كتاب جود كود باد كود. هنبدأ إن إحنا نشوف النقط الأساسية في كل شابتر، أكون بنقل الموضوع بشكل روائي أكتر من إن أنا بحاول أضيف رأيي أو كده. هنركز بس على النقاط الأساسية المذكورة في كل شابتر، وإن شاء الله تكون بلاي ليست مفيدة. فخلونا نبدأ. في البداية حابب بس إن أنا أدي مقدمة سريعة لإن إحنا نقرأ أصلا كتاب Good Code Bad Code. الكتاب عموما بيضيف لكل مبرمج نقط أساسية مهمة جدا. بيركز على فكرة إن أنت مش بتكتب كود ليك لوحدك. أنت دايما حتى لو أنت شغال على بروجكت بشكل فردي، ولكن أنت دايما بتبص للكود من منظور إن أنت شغال في تيم. إزاي إن أنت تخلي الكود readable اكتر، modularized اكتر، بحيث ان ده هيسهل عليك او على اي حد بعدك ان هو هيستخدم او يعدل على الكود ده. بالاضافة لده فالكتاب الكتاب قصير واللغة بتاعته واضحة جدا. فهو برضو يعني ناس كتير عملت له recommendation لأي حد بيبدأ في الكلين كود عموما. آه، طيب خلونا نبدأ. هو في نقطة أساسية برضو عن الكتاب هنبدأ إن احنا نتعرف عنها من خلال الكونتنتس بتاعة الكتاب ده. الكتاب مقسوم لثلاث أجزاء أساسية. أول جزء وهو مركز على الجانب النظري، بدأ إن هو يتكلم عن يعني إيه كود كواليتي وإيه الفرق بين الجود كود والباد كود. بعد كده اتكلم عن مصطلح مهم جدا وهو فكرة الابستراكشن، اللي هو ازاي تقسم الكود بتاعك لأجزاء موديولارايزد وريدابل وأهمية الموضوع ده عموما. بعد كده اتكلم عن فكرة ان انت شغال مع مهندسين تانيين. فكرة ان هو لازم يكون في حاجة متعارف عليها، سماها بالكونتراكت، فكرة ان احنا متفقين على شكل معين ومتوقعين كل حاجة بشكل واضح. بعد كده اتكلم على فكرة الايرورز واهمية ان انت تهندلها بشكل مناسب، واتكلم عن الطرق المختلفة لهندلة الايرورز، واتكلم برضو عن بعض البيست براكتسز فيها. ولكن في البارت ده هو عموما مش مركز على الجانب العملي على قد ما هو مركز على ان هو يديك العلم وراء الجانب العملي اللي هيقوله فيما بعد. وده جه في الجزء الثاني. في الجزء الثاني هو اتكلم بقى في البيست براكتسز في الأجزاء دي. بدأ إن هو اتكلم عن ست أجزاء أو خمس أجزاء عفوا أساسية ومهمة جدا. فكرة إن أنت تخلي الكود ريدابل، وتخلي إن هو الكود متوقع، يعني ما يكونش فيه مفاجآت أو حاجة عكس اللي بتحتويه، أو عكس اللي الشخص اللي هيستخدمها متوقعه. بعد كده اتكلم عن فكرة ان انت تخلي الكود صعب ان حد يستخدمه استخدام مش مناسب، تبقى مجبر الشخص اللي هيستخدم الكود بتاعك ان هو يستعمله الاستعمال اللي انت عامل الكود ده له. لو عامل فانكشن مثلا معينة، فهو متوقع ايه اللي هيرجع له ومتوقع يستخدمها في اي سياق. بعد كده اتكلم اصلا على فكرة ان انت تخلي الكود بتاعك موديولر، ان هو اصلا قابل لانه يتم اعادة استعماله. واخر حاجة في الجزء ده كانت ان انت تخلي الكود بتاعك reusable و generalizable، ان انت تقدر تخلي ان الكود بتاعك قابل ان هو يتم استعماله في سياقات مختلفة، مش بس اللي انت عايز تستعمله فيه. وختم الكتاب بمصطلح مهم جدا وهو التستنج، او تحديدا هو ركز على نوع من انواع التستنج اسمه اليونت تيستنج. شرحه في شابترين. اول شابتر قال البرنسبلز اللي فيه، اللي هي المبادئ الاساسيه اللي فيه، وبعد كده بدأ ان هو يتكلم عن البراكتسز اللي في اليونت تيستنج.